انا هاخد من تريزيجيه هروح للعيب تاني هو في نفس الفريم في نفس اللقطه. بن شرقي انا بشوف ان بن شرقي كواليتي ما ينفعش ان هو يبقى يخضع للتقييم دلوقتي. جزء كبير جدا من انفجار اصلا تريزيجيه والترتيبه بتاعت مجموعه الهجوم دي سببها الراجل ده. لما عايز اتكلم زيزو اتكلم وقال في باسير وفي رانر في الكوره في طبعا طبعا بس النهارده هتعدي بقى طبعا النهارده هتعدي. والله انتوا حقكم انتوا الاثنين على راسي في اي حاجه هتقولوها معديه. يلا مفيش داعي اقول حاجه ثانيه اكتر من كده. في كنترولر، في لعيب كنترولر في الملعب. هو لا انا بكمل عليها. في واحد بيباصي وواحد بيجري. واحد بيباصي وواحد بيجري بقى بيتحكم في الريتم في رتم الاداء. ده الراجل اللي سهلها تسهل. ماشي. ده اللي بيظبط الايقاع ايقاع الاداء او رتم الاداء كله. انا بشوف ان بن شرقي واحد من اهم اسباب تالق تريزيجيه في المباريات دي. هو عز اصلا استشهد بمباراه سيراميكا. هي المباراه اللي قبل سيراميكا ايه؟ انبي. المباراه اللي اتهاجم فيها تريزيجيه رغم انه احرز هدف بس تهاجم بشكل كبير جدا لان الناس ما كانتش راضيه عن الاداء بتاعه. لكن تواجد بن شرقي في الاساس هو في تركيبه كده بتبقى في خط الهجوم يا ابراهيم. عشان كده لما كنا اتكلمنا قلنا ان الاهلي يلعب 4-1 الاربعه اللي تحت الواحد دول ليهم تركيبه مش بيترصوا وخلاص. عشان كده قلنا لما تيجي تحط زيزو هنا لازم يبقى جنبه حد يعرف يشتغل الشغلانه دي. نفس القصه هنا لما كنت بتحط تريزيجيه هنا على الطرف وبن رمضان وزيزو وتحط طاهر ما عندكش حد هنا يقدر يقف يبقى كنترولر على الكوره او يتحكم في رتم الا بن رمضان اللي بينزل ياخد من تحت. فلما تريزيجيه بياخد المساحه بيبقى عنده مشكله. مش كنترولر ده اللي هو اللي صانع الالعاب ولا دي حاجه ثانيه؟ يعني هو ما بقاش صانع العاب قوي. ما بقاش يعني مش هو اللي صانع الالعاب. ما بقاش بلاي ميكر. مش بلاي ميكر يعني. ماشي. فبالتالي انا بشوف ان بن شرقي بيعمل ايه؟ في لعيب يعرف يخلق مساحه ولعيب يلعب في مساحه. الخط هنا خصم، الخط منافس للي معاه الكوره. بن شرقي اللعيب اللي يقدر يوجد المساحه وتريزيجيه اللعيب اللي يقدر يستغل المساحه. التواصل اللي ما بين الاثنين دول في تركيبه النادي الاهلي مع ميلان المهاجم مع اللعيب اللي بيجي من الناحيه العكسيه مع الجناح كنت محتاج ان لعيب هنا يخلق المساحه لتواجد تريزيجيه. فهتلاقي دايما بن شرقي هو اللعيب اللي بيطلع على الخط يسحب معاه الجناح يسحب معاه الباك يرجع معاه الجناح فيبقى في هنا مساحه في ظهر الراجل الثمانيه بتاع الفرقه الثانيه او السته بتاع الفرقه الثانيه اللي بيدخل وبيتحرك فيها تريزيجيه. فدايما هتلاقي السويتش ده حصل امتى؟ حصل حتى في هدف سيراميكا اللي عز لسه جايبه. اللي حصل ان لما تريزيجيه طلع على الخط لقى بن شرقي هنا. هتلاقي ان بن شرقي برضه موجود في مباراه الزمالك. مقصود ولا طبعا ولا حاله لعب؟ لا طبعا حتى لو حاله لعب هو واحد هيعرف يتصرف في المواقف دي غيره لا. بالظبط. حتى لو انت خلقتها لعيب تاني مش عارف يتصرف مش هيعرف ياخد القرار ده. عشان كده هتلاقي في مباراه الزمالك المباراه اللي برضو الناس اتكلمت فيها على بن شرقي ان هو اداؤه ما كانش الحقيقه ان بن شرقي في المنطقه دي عامل 4 كي باس في المباراه. انت قلت جمله عجبتني قوي قلت انه بن شرقي مش لعيب خاضع للتقييم يعني لعيب لازم احافظ عليه في الملعب حتى لو هو مش كويس لانه بيعرف يخطف واحده يخلص بيها يعني. بس ايه لازم ابقى انا بقى مركز معاه في حاجه ثانيه مهمه. ما هو هيروح مني لو مستواه البدني مش كويس. ولو قست عدد السبرنتات اللي بيعملها بن شرقي من غير الكوره وبالكوره هتلاقيها عامله كده. فبالتالي انت محتاج هنا تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه انك تشوف الحاله البدنيه وتعلى ازاي، والنقطه الثانيه تفكر واقرب واحد لبن شرقي في القايمه بتاعت الاهلي مين؟ عبد القادر. ما يمشيش. عشان دي بقى ما يمشيش. طبعا ما ينفعش يمشي لانك هتحتاج البروفايل ده عشان تشغل الراجل ده. وهنا خد بالك يا جماعه بس هي نقطه هي ده جمال التحليل ده جمال الكوره. واعتقد ده اشبه بشغل السكاوتنج تيم يعني برضو اللي هو تحليل الاداء. يعني ما ينفعش امشي عبد القادر علشان اللي بيقولوا عز بالظبط. لان انت عندك طاهر عندك حسين الشحات الاثنين. حسين 33 سنه طاهر لعيب بيجري وقوي بس المهاره والموهبه مش سهله تلاقيها في الدوري كل مره. صح. فبالتالي انا محتاج امانج الموضوع ده وعشان كده بقى انا ممكن ادير الموضوع ده وعشان كده انا ممكن انتهز الفرصه اقول لك انا مبسوط جدا بوجود كابتن سيد عبد الحفيظ الفتره الجايه لان كابتن سيد عبد الحفيظ قال شويه حاجات اعتقد هي كانت متوافقه تماما مع اللي احنا بنقوله. قناعاته اللي بيقولها اصلا في البرنامج هي نفس القناعات اللي هيروح بيها النادي الاهلي. وهو الراجل ده لما الواحد قرب منه هو فيه ميزه كبيره. دايما الناس شايفه ان عنده سيطره صح كده؟ بس انا دايما كنت ببقى عايز اعرف هو جايب السيطره منين لان القوه سهله. يعني القوه قصدي في النهايه الشخط والزعيق مش هو اللي بيمشي الدنيا. صح. اللي بيمشي الدنيا ان الراجل ده بلاقيه بيحط قاعده لكل فكره. قاعده لكل مشكله. فبالتالي لما بتحصل المشكله هي اوريدي في قاعده بتطبق على الكل.
فدي الميزه الرئيسيه اللي موجوده عند الراجل اللي الاهلي محتاجها دلوقتي. يعني ايه قاعده بقى؟ في صوره كده عندهم كنت بعتها لهم للمدير الرياضي بتاع برايتون اللي هو التحضير للبديل دي. حلو. كان بيتكلم فيها ان هو ده المدير الرياضي اللي فات يعني السابق، ده كان بيتكلم فيها على ان نص شغلتي تحضير بديل. فبالتالي لما يحصل منك المشيان بتاع وسام ابو علي، ايوه بالظبط كده، ديفيد فير. الصور بقى اللي وراها بتخليني ارتب قائمه الاهلي بشكل هو اول حاجه انا متخيل كابتن سيد عبد الحفيظ محتاج يركز عليها ويبص عليها. اشرف داري قدام بدر بنون في اول موسم من المواسم، 76% مشاركه مقابل 90% مشاركه. السنتر باك الاجنبي اللي انت جايبه هو فعليا مش بيشارك. فدي نقطه انت محتاج انك تبص عليها بتركيز. وعدد الماتشات اللي لعبها الاثنين قياسا ببعض كبير قوي الفرق بينهم. فما ينفعش يبقى عندي سنتر باك انا مش مستفيد منه خالص، خاصه صحيح. ان هو كمان ما بيلعبش برجله خالص. هات الصوره اللي وراها كده هتلاقي نقطه ثانيه مهمه. جراديشار، انا لما مشي منه وسام ابو علي كنت محتاج واحد جاهز ببديل. ليه؟ لان جراديشار اتحط في مقارنه مع وسام ابو علي، دي المقارنه اللي بينهم حرفيا. هتلاقي طبعا وسام الاحمر، وسام في الضغط هتلاقيه اقوى بكتير. ففي الضغط بشكل عام في ارض الملعب، الشوطات عدد الشوطات اقوى بكتير، اللمسات في منطقه الجزاء اقوى بكتير. هو ده البروفايل اللي الاهلي محتاجه. صحيح. فبالتالي حتى لما تقارن جراديشار بعد كده باللي موجود دلوقتي في الدوري فيستن مايلي، الصوره اللي بعدها هتلاقي الفرق كبير. جراديشار لازم يتكل على الله. فانت عندك جراديشار لازم يتكل على الله، لان اجنبي قاعد على الدكه. ده هي واحده من القوانين المهمه جدا اللي بالنسبه للاداره الرياضيه بتاعه الاهلي. مفيش اجنبي داخل بالدولار في البلد في الوقت الحالي في الصعوبات اللي احنا بنقابلها في الانفاق ويقبض بالدولار وهو قاعد. هل الرؤيه الفنيه، خليك برضو معانا يا عمر، خليك معانا خليك زي ما انت، هل الرؤيه الفنيه اللي احنا بنتكلم فيها ديت اللي هي بتاعت جراديشار ما ينفعش ده له علاقه بانه المدير الفني بيقعده على الدكه، ولا هو مستواه يستحق ان هو يقعد على الدكه؟ ما هو دي نقطه مهمه. دي نقطه مهمه جدا. لما تبص على المستوى بتاعه قياسا بفيستن مايلي هتلاقي ان الاهلي محتاج فيرود مختلف، محتاج فيستن مايلي. وعشان كده انا شايف ان واحد زي جراديشار محتاج زي فيستون مايلي عشان زي فيستون في الفقره. لا زي وسام ابو علي. الصوره اللي قبلها ايوه كده زي عشان يقول لك بيجيبوا اللعيبه. ركز. فانت هنا بتتكلم على نقطه بس مهمه. اجنبي هيبقى قاعد على الدكه. هو كان لايق انه يكون اجنبي قاعد على الدكه وقت ما وسام كان موجود، ووسام ما كانش محسوب اجنبي. فانا كنت حاسب كأن الفيرود بتاعك اجنبي خلاص، واللي قاعد على الدكه هو اللي مصري. انما دلوقتي لا، بقت ليها ثمن. انت عندك 2 اجانب لو خرجتهم تقدر تجيب سنتر باك او تقدر تجيب باك ليفت بيلعبوا كوره مختلفين مميزين، او وينج يمين بيلعب برجله الشمال. فيبقى عندك حاجات مختلفه. طيب الصوره اللي بعدها هي اللي ممكن تكون فيها شويه جدل. وبالمناسبه انت عايز تجيب راس حربه، بتعمل ايه دلوقتي في العالم؟ بتقول لهم انا عايز لاعب زي وسام ابو علي اللي هي نفس الارقام اللي هي كل الخصائص بتاعته. فيقول لك ده بص عندك فلان وعلان 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 بيعملوا نفس الموضوع. انت تقول له لا انا اهم حاجه عندي كذا وتزودها. فيطلع لك الاسامي. يعني شايف الاسامي اللي فوق دي اللي كلها جنب وسام، دول كلهم لعيبه عادي جدا بيعملوا نفس اللي بيعمله وسام. وانت بقى تبتدي تشوف الورق ده عامل ازاي. مين جو انجي مش عارف مين لعيبه بتعمل نفس اللي بيعمله وسام ابو علي في العالم كله. والله العظيم تبدا تدور عليه. انت بتدوس ومطلع بس لا قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. يعني تدوس كده تدخل البتاع يطلع لك ده. وعندك في استنى بس طبعا. وعندك كمان ده حاجه ثانيه ممكن تقول له لا، يعني تبتدي تقول له لا انا عايز واحد بيلعب في منطقه الجزاء اكتر، فتيجي على تاتش ان بوكس وتقوم زقها كده شويه. طب ما طلعت سهله اهي. طب ما عشان كده بقول لك المدير ده انا ناقص ادخله فلوس يقوم مطلعه لي يقول لي وهو ده ابو فلوس كذا. ما هو ده انستا باي على فكره. لا بس على فكره هو فعلا انت بتحدد البادجت. بتحدد تقول انا عايز في حدود مثلا $1,000,000. يعني مش لازم اروح ابعت ناس لا بعد كده بس واحد بيلعب في هانوفر، واحد بيلعب في برنات، واحد بيلعب في الدوريات وتحت 19 بتجرب يعني. ايوه بص وانت دور وخد بالك البرنامج ده فيه منه 15 برنامج غيره، فكل واحد فيهم هيطلع لك دي من ابو فلوس ولا ده من ابو فلوس؟ كتير فلوس دافع كتير والله بس طبعا كتير قد ايه؟ كتير قياسا للنادي. لا طبعا كتير عليا. يا ولاد اللعيبه حلوه قوي. انا مبسوط قوي اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه. انا مش عارف ان هو موجود والله. ما ده بيقول لك ايه؟ ده بيقول لك ان الاداره الرياضيه لو اوريدي الراجل اللي قاعد في المكتب بيعمل زي برايتون اللي هو نص يومه بيتقضى في بدايل، ان انا بحضر بدايل لاحتماليات الناس اللي بتمشي، هيكون الناس دي جاهزه. اخر صوره كانت ليها علاقه باليو ديانج، ناقص في عقده 6 شهور. عندي برضو قاعده من القواعد اللي دايما بتطبق في الاداره الرياضيه، ان اللاعب الاجنبي لو في واحد مصري قريب منه
انا هروح للمصري عشان افضي مكان زياده للاجنبي. لا ده الزمالك بقى، دي حاجه ثانيه. ده الزمالك ماشي. خلاص يبقى الصوره بتاعت ديانج هنحاول نشوفها لك. ديانج مش محتاج صوره. ديانج واحد من اللعيبه اللي قوي جدا في استرجاع الكوره، بس كورته قليله، فبيحجمك في حاجات كتير، بيحجمك في الطلوع بالكوره وبيحجمك في الاحتفاظ والاستحواذ. بيعمل حاجه واحده بس قويه جدا وهي الضغط والجري في كل مساحات الملعب. طيب حمدي فتحي بيجري اقل منه حاجه بسيطه، يعني لو قلنا ده بيعملها 9 من 10، فحمدي بيعملها 7 7.5 من 10. ماشي. بس في المقابل حمدي بيلعب سنتر باك، حمدي بيلعب ارتكاز كويس، حمدي بيباصي، حمدي بيعمل على فكره ضغط وبيسترجع الكره من مناطق عاليه، حمدي بيكمل جوه ال 18، حمدي بيلعب هيد جوه ال 18. ايوه ما انا هنا بس برضه حمدي مش كبير قوي، وديانج اجنبي، وديانج ناقص في عقده 6 شهور، وانا لو جددت له هجدد له بفلوس كتير قوي وهو محدد الامكانيات، فانا ممكن اشتري حمدي او ممكن اشتري اجنبي تاني واستفيد منه. فدي برضو المقارنه اللي بينهم. ده كان رايي من الاول خالص، من اول السيزون، على قصه حمدي وديانج، لان كل مدرب هيجي هيحطه هنا 6 في الماتشات، في 3/4 ماتشات الموسم هتلاقي ديانج ما بيلعبش، اجنبي ما يقعدش على الدكه. بس دي انجينيو، دي عامل حركه. انا بموت في ديانج، وفي الدوري السعودي كنت بحب ديانج لان هو كان بيستخدم في الخلود، بيستخدم الاستخدام الامثل، يلعب هنا تحت راس الحربه، بياكل بقى كل الطقم ده والله لحد ما نجيب الكوره. جبنا الكوره هجمه مرتده، خلصت شغلانتنا. بس الاهلي مختلف، عشان كده ديانج ممكن يلعب في ماتشات دوري ابطال افريقيا، السيمي فاينال، الحاجات اللي شبه كده، ويبقى فرده انت ما شفتش زيها، كاس العالم للانديه فرده انت ما شفتش زيها، بس باقي ماتشات الدوري لا. فانت لو عندك قدره انك تجيب حد زيه تمام. ده كلام عظيم وشغل مستكوتي، ده شغل 7 نجوم. ده صوتي راح فاصل ونرجع نكمل الكلام.